من يوم وفاة عروسة المنوفية وانا بسأل سؤال. انا اول مرة بعمل فيديو على فكرة. طول الوقت اقول هي فين سلفتها؟ سلفتها اللي عايشة معاها في البيت مش موجودة. كل ما حد يسأل ده في بيت ابوها، اصل امها ماتت في نفس الوقت اللي سلفتها ماتت فيها. يا ما حسن الصدف تقوم تطلع لنا النهاردة سلفتها اول مرة بتظهر واحدة اسمها أميرة، راحوا يسجلوا معاها حوار في بيت ابوها. انت شفت ايه يا أميرة؟ انا ما اعرفش حاجة. ده هو فوق ضربها وماتت، وبعدين لقيته لما نازل اداني علقه وفضل يديني في وشي وكسر لي مناخيري ووشها منفخ ومورم، واخداها علقه يعني. وطب بيضربك ليه؟ نزل ما اعرفش، بيقول لي انت السبب في اللي حصل. وانت كنت عملت حاجه؟ لا ما اعرفش. ما تعرفيش؟ ما تقول ان انت يا غلويه يا مرات الاب الاخ الكبير اللي بتبقى لما بتسبق اي عروسه دخلت البيت وبتكون مرات الكبير بتكون فاكره نفسها ان هي هتسيطر على اي واحده داخله البيت. انا مرات الكبير، الكلمه كلمتي والشوره شورتي بعد حماتي، لازم تسمعي كلامي. لكن واضح ان المرحومه الله يرحمها بنت صغيره لسه ما تعرفش لسه عادات الناس دي ولا عايشين مع بعض ازاي، لسه عروسه صغيره ومقتصره وبتطلع شقتها هي قايله بلسانها ان هي وبتقولها بغل يعني بتنزل تاخد حاجه السوق وعيشها وتاخد بعضها وتطلع. ما مش عاجبها ان العروسه بتطلع تنام فوق او واخده الاكل بتاعها وقاعده فوق. طب اداك العلقه ليه؟ انا ما عنديش علم، ما اعرفش. طب كان بيضربها؟ ما اعرفش. هو انا كنت عايشه معاها في نفس البيت والشقه فوق الشقه، وبتقول لك هو انا كنت عايشه معاهم؟ وبعدين لما يديها العلقه عشان هو حس ان هو اتشحن منها طلع خلص على مراته. ما هي لما بتكون في واحده عقربه وغلويه في البيت بتشحن الزوج الصغير. انا مراتك الكبير فاشحنها، انت مراتك ما بتنزلش ليه تشتغل معايا؟ انت مراتك ما بتعملش ليه؟ انت مراتك ما بتسويش ليه؟ ومتناسيه ان دي حامل وانها لسه عروسه وان هي واخده كام علقه منه وانها ما شافتش حاجه عدله منهم اصلا. ده بيعدوا عليها انفاسها، ده بيعدوا عليها اللقمه، ده عارفين شقتها فيها ايه واكلها فين وشربها فين ومطبخها فيه ايه وتلاجتها فيها ايه، ومقتحمين عليها حياتها في حياتها وفي مماتها. الحمل اللي بتفتح التلاجة وبتقتحم الشقة وتعالى فرجكوا وانتوا على سهوة تعالى فرجكوا على الخير اللي ابني جايبه لها، وتفتح التلاجة وبصوا شوفوا والتلاجة فاضية، لا فيها الأكل اللي بتقول عليه لا لحمة ولا فراخ ولا كفتة ولا عارفة الحلة كمان كان فيها اللي في الحوض. وتعالى على سهوة هطلع اوريكم على سهوة اهو ادي ده انت عارفة الحلة كان فيها ايه. حلة قد كده، ادي الحله اهي اللي كان فيها الكفته مطرح الكفته، ودي كانت حله مطرح الفراخ والرز. هو في حله بيتعمل فيها فراخ ورز؟ ودي ما اعرفش ايه، وده قدام عينيكم اهو على سهوه. انا ما طلعتش الشقه اصلا من ساعه اللي حصل. يا وليه حرام عليكي يا مفتريه يا جباره، ده انتوا سبب البلاوي في اللي حصل كله. السجاده اللي الناس بتقول كانت في سجاده نشرها العروسه غسلاها، العروسه لا غسلت ولا عملت. العروسه يا عيني بتعمل حاجتها في شقتها وبتنظف، وامها بتقول ان السجاده دي بتاعه الصاله، ومن الواضح ان السجاده اللي منشوره دي حصلت عليها الجريمه في اوضه النوم، والدم اللي كان عليها حماتها اتخلصت من اثار الجريمه كلها لما غسلت السجاده. قفلوا البوابه على ما يطمسوا الجريمه يشوفوا ايه اللي حصل ويمسحوا. ما هو البيه بعد ما خلص عليها فوق وواضح انه كسر لها راسها على الارض عشان الراس مفتوحه من ورا، والقفص الصدري متكسر وعظم الترقوه والفقرات القطنيه والراس مفتوحه من ورا والوش كله زراء من هنا. والحما تقول لك اصل الزراء ده لا ده مش من الضرب، ده كنا بنعمل فطير واتلسعت. هو في فطير حد بيعمل فطير يعني هي دخلت الفرن بوشها مثلا؟
طب الصينيه جت على وشها. احنا يعني اي واحده بتتلسع لما بتكون في مطبخها في الايدين. الحاجه اللي بتطرطش لما بنكون بنحمر فراخ او بنعمل حاجه بيجي غصب عنها طرطشه، لكن محروقه من هنا ومن هنا. من الفطير جاب بيسالهم البت سلفتها العروسه كان فيها كذا، وحماتك بتقول ان ده من الحرق عشان كانت بتعمل فطير. قالت لهم انا اللي عامله الفطير، انا اللي عامله الفطير، مش حماتي اللي عاملاه ولا هي اللي عاملاه. يعني انتوا دلوقتي كلامكم كله عكس بعضه. انا مش عارفه لحد حالا ازاي الاطراف اللي في البيت اللي حصلت فيه الجريمه الناس دي كلها ما يتحققش معاها. السلفه كانت موجوده، الحما كان موجود، الحما كل كلامها كذب وعكس بعضه. اخوه ما كانش موجود وجي تاني يوم ماشي. الشارع كله بالكامل تحس ان الناس دي كلها ضلاليه، الناس كلها عكس بعضها، كلامها كله عكس بعضه. تعالوا شوفوا كذا، لا ده حصل كذا، لا هو شالها في التوك توك، ده ما جابش توك توك، لا ده جابها في التوك توك. وبعدين البت سلفتها تقول لك انا ما شفتهوش وهو بيجرجرها ولا شفته عمل ايه. ده انت لسه بتقولي جاب لها دكاتره. ولما وقعت البت كل كلامها البت بتضرب وتلاقي يعني خايفه لانها واخده علقه، وخايفه هتتحاسب لان هي لسه مرات بنتهم. وبعدين المراسله بتقول لها هو انت غضبانه ومش راجعه؟ قالت لها مين اللي قال لك كده؟ انا مش غضبانه، انا جايه، انا وشي تعبان من العلقه اللي انا خدتها. اهلي كنت اقعد اعمل ايه؟ بتقول على سلفتها اللي ماتت هي ماتت، طب انا اعمل لها ايه؟ انا اقعد اعمل ايه؟ بكل بساطه البنت اللي هي سلفتها اللي كانت عايشه معاها في البيت توفت وبجريمه وبعلقه موت واتسحلت قدامها ونازله كل حاجه فيها باينه، وتقول لك طب انت عايزين اقعد اعمل ايه؟ انا خدت بعضي ورحت لاهلي. رحت لاهلك؟ ما صعبتش عليك البت اللي انت كنت ده ما فيش دمعه نزلت على البنت، لا الحما نزلت دمعه ولا السلفه نزلت دمعه ولا حد من الناس اللي واقفين، ما فيش. تحس ان الناس دي ما عندهاش لا مشاعر ولا احاسيس. والحما اللي كل ما تكلمها تقول لها ابنك عمل كذا، لك ما حصلش، تعالى اقول لك جاب لها ايه، تعالي يا ابله اوريك على ده جايب لها كفته، تعالي بص اسالي يا فلانه كان بيجيب لها، ده كان بيجيب لها الحلو كله، ده كان بيجيب لها شيبسي واندومي، الحلو كله الشيبسي والاندومي. ده انتوا واضح ان انتوا ناس جعانه، انتوا شكلكم اصلا ما كنتوش بتاكلوها، انتوا ناسيين ان دي كانت واحده حامل، والمفروض الحامل دي اصلا يا عيني بتتغذى، انتوا عايزين تشغلوها وتعيشوها من غير اكل. وبعدين ده كان جوزها بيدلعها، ده كان بيديها 200 جنيه في الاسبوع. 200 جنيه في الاسبوع؟ انتوا عايشين من ايام الجنيه الجبس. 200 جنيه في الاسبوع يا جباره، وفرحانه وانت بتقولها وانت بتضحكي ومبتسمه ان 200 جنيه. يا وليه حرام عليك يا جباره، ده انتوا قلعتوا البت دبلتها وخاتمها في السبوع وبعتوها يا جبابره. يقول لك الدبله اتباعت، امها تقول لك الدبله باعها، خدها منها باعها عشان يطلع رخصه، وبعد كده خدت الخاتم باعه عشان اخوه ما بيشتغلش، وانتوا تقولوا لا ده بيشتغل بيقعد بال20 يوم ما يجيش، وجوزها تباع. جوزها فين التباع ده قاعد جنبها ما بيشتغلش عواطلي، بدليل ان البت سلفتها نفسها تقول لك كانت بتغضب وتمشي. واخر مره كانت غضبت لما قعدت عند اهلها، قلت لها انت رايحه فين؟ قالت رايحه اشتري طعميه لجوزي قبل ما يجي من المصنع. هو انت جوزك بيشتغل في مصنع ولا بيشتغل تباع ولا بيشتغل سواق ولا انتوا عايشين ازاي اصلا؟ يلي بتقولي ده انا بروح اتسوق للعيال لنسوان ولادي ومستتاهم ومهنناهم، ما بيعرفوش يتسوقوا من الارياف يا اختي وما بيعرفوش يتسوقوا. مرات ابنك الكبير ما بتتعرفش تتسوق ازاي؟ ده انت واضح ان انتوا يعني انت بتقعديهم عشان تروحي السوق تجيبي اوحش حاجه في السوق، بدليل انك بتقولي احنا على قدنا. يا اللي بتقولي بروح اجيب لهم احلى حاجه، ما انتش غريبه، بروح اجيب البطاطس في ب10 او في ب5، في طماطم مستويه. انت بتروحي تجيبي زباله السوق، انت مش عايزاهم يروحوا السوق عشان ما يصرفوش، انت بتروحي بمزاجك علشان تجيبي ارخص حاجه واوفر حاجه. يا اللي بتقولي دي بيجيب لها الحلو كله والتلاجه مليانه لحمه وفراخ. البنت المراسله بتقول لها فين يا حاجه الفراخ واللحمه؟ عماله تبعتش في العيش رغيف محطوط، منجيتين من اللي اهلها جايبينهم لها. امها بتقول لك حتى العلب اللي في التلاجة دي ده بواقي الاكل اللي انا جايبه لها،
حتى العلب دي بتاعتي انا لسه ما فتحتش جهاز البيت، حاجه البنت لسه متقفله، ده بواقي اكلها اللي انا شارياه، حته جبنه، حبه عسل، لقمه، وتقول لك بص اكياس فاضيه. بنت بتقول لها فين يا حاجه الفراخ واللحمه؟ تقول لها ما عملتهم، ما هو والله مأكلها اول امبارح فرخه، لسه كده، ده لسه مهاكد في الحوض اهي مورياك الحل. يا كدابه يا جباره. وتقول لك الكفته اهي بيشتري لها من بره كفته، وانت ترجع تقول لك الكفته اهي. هو جوزها بيشتري لها كفته من بره، ولا عمل لها كفته في الحله، ولا الحله دي انت منزل لنا منها الاكل، منزل لك كمان منها، يعني حبه الكفته دول ده مطبوخين للعيله كلها. البنت تاخد منها صباعين كفته ولا صباع، والاكل بينزل لكم تحت. وبعدين تقول لك اصل هي بتنعيه تحت. ما هي جوزها مش بيجي لها غير كل 20 يوم. جوزها اللي بيجي لها كل 20 يوم ده جوزها صايع وقاعد جنبها. انتوا بتضحكوا على مين؟ وبعدين تنام عندك ليه؟ تنام جنبك انت تحت ليه؟ ليه ما تنامش في فرشها وفي عزها وفي هناها وحاجتها اللي ابوها تعبان فيه ومديون فيه؟ ليه تقعد معاكي تحت؟ تنيمها جنبك ليه؟ عايزه ترزعي جوز ابنك معاكي تحت ترزعيه جنبك، لكن العروسه تنزلها تنام جنبك ليه؟ هو انتوا عايزين تقولوا ايه؟ هي كانت عايشه اسمه العيشه فوق لوحدها وعايشه لوحدها وحاجتها بتطلع لها، والبنت كانت عايشه لوحدها بمزاج، ولا كانت بتنزل لك تحت عايشه معاكي وبتاكليها وبتهننيها وبتنيمها معاكي؟ ومره تقول طلعت على السلم، انا جت من السوق لقيتها واقعه على السلم كانت بتمسح، وجبت لها عصير وقلت لها اطلعي عن امك ارتاحي وسيبي كل حاجه مضحه انا اللي هعمل. انتوا كدابين، انتوا كدابين، انتوا كل حاجه بتقولوها عكس بعضها كذب. وتجيبوا الشهود اللي في الشارع شهود زور كدابين قاعدين على المصاطب عارفين اللي بيجرى، وتيجي تقول لها يا فلانه هو كان بيضربها؟ معرفش، انا كنت باجي من السوق. الناس كلها واقفين قدام الست يأمنوا على كلامها. الست من ظهرها لما جت ريهام سعيد عامله حلقه والست عماله بتلف على الجيران عشان تستشهد بيهم اللي هم زور، واحده قالت لها انا مش هرد عليكي ومش هتكلم، انا مش هشهد شهاده زور. نيجي ندور بقى على التقرير المبدئي للصفه التشريحيه، يطلع ان البنت يا عيني راسها متكسره من ورا، وتقول لك انا ابني بريء. يا جباره يا جباره يا مفتريه. البنت لما اتجرجرت واتسحلت على السلم وكان بيجرجرها في التوك توك بشهاده الناس، انتوا لفينها في حته بطانيه زحلقت منه، كنتوا مجرجرينها في توك توك هتودوها فين؟ طبعا قال لك ده احنا كنا مودينها للدكتور. هو في حاله زي دي واحده بالشكل ده وانتوا عارفين ان هي ماتت خلاص تجرجروها في توك توك، ولا انتوا كنتوا عايزين تخفوا معالم الجريمه والبنت نفسها ترموها في اي مكان وتقولوا دي طفشت احنا ما نعرفش عنها حاجه؟ ما هو قبل كده كان مهددها وقال لها انت ديتك ايه؟ ارميكي من البلكونه ولا عليك انت اللي انتحرتي انت اللي رميتي نفسك. ده انتوا عيله جباره يا عالم يا جبابره. الولد يعني من البدايه بيتعامل مع العروسه من يوم الفرح بعنف غشيم، عيل بيشرب مخدرات جاب لها نزيف، ولما البنت طلبت تروح لدكتور رفضوا يودوها، يقولوا لاهلها ما معناش فلوس نوديها للدكتور، تعالوا انتوا ودوها للدكتور. يروحوا اهلها يودوها للدكتور، ولما الدكتور يقول ما ينفعش يقيم علاقه معاها لمده 20 يوم، لا البين مش عاجبه يديها علقه واتنين عشان تخضع له ويعمل اللي هو عايزه. يعني انتوا بصراحه انتوا عيله كلكم من اول الناس اللي عايشين في الشارع والام والاب والناس كلها. ده انت واضح ان الست دي متسلطه وهي دي الراجل اللي في البيت. الراجل وهو بيتكلم مع ريهام سعيد بيتكلم بيقول ان ابنه بيشرب مخدرات، تقوم مراته تلف من ورا وتروح له وتعمل له كده، يعني اقفل بقك، تاخد بعضها وترجع تاني يوم. الراجل يبص لها يقول لا انا ابني ما كانش بيشرب مخدرات وما كانش بيضرب مراته ولا حاجه. لا انتوا عيله اميره يا حاج، انتوا عيله طيبه وعيله اميره. والحاجه كانت بتعامل الست كانها بنتها، وكانت بتطبطب عليها وكانت حنينه وكان الصدر الحنين وكانت بتغذيها وبيجيبوا لها اندومي وبيجيبوا لها كفته. ازاي تموت بعد ما تاكل كفته؟
ازاي نصرف عليها ونجيب لها كفته وناكلها فرخه من كام يوم وتموت؟ احنا كنا معيشينها في هنا، وكأن الاكل اللي انتوا بتاكلوه لها ده انتوا بتتجبوا عليها بيه. يعني ده مش واجب، والطبيعي ان اي واحده بتروح بيتها بتاكل، ما هي كانت بتاكل في بيت ابوها. يعني هي كانت جايه لكم جعانه؟ اكلتوها انتوا وال200 جنيه اللي فرحانه بيهم اللي بيديهم لها مصاريف؟ انتوا عيله جعانه. انتوا لو عيله شبعانه ما تجيبوش سيره الاكل، وكل ما حد يسالها سؤال تجاوب اجابه تانية ملهاش علاقه خالص بالكلام، وتقول كان بياكلها وتعالى افرجكم. ايه العيله دي؟ ايه الناس دي؟ اخر حاجه اتوقعها واتخيلها ان السلفه، انا كنت متخيله ان هم مشوها احسن البنت تقول كلمتين، يتضح ان البنت من طريقه كلامها ان هي سبب البلاوي، ان هي شحنه الولد على مراته، يديها علقه عشان كده نزل اداها هي كمان علقه وكسر لها خلقتها، علشان دي واحده مفتريه. دايما مرات الراجل لما بتكون في عروسه داخله جديد عايزه تنفش ريشه تقول لها فوقي، ما انا شفت بعيني ناس زي دي كتير. مرات الكبير لازم تديك الجديده على دماغها. امال ايه؟ لازم اللي انا شربته اول ما دخلت البيت انت عليك الدور بقى انت تشربيه، وانا كمان مش حماتك لوحدي، انا كمان اسيطر عليكي واديكي على قلبك. وبعدين كلمتين للام وللاب اللي رموا بنتهم الرميه دي، انتوا تعرفوهم؟ يعني ايه ناس تجيلك واحده قريبتك من بلد تانية عايشه معاهم في البلد دي بتقولك كويس، انت كنت رحتي عملتي له كشف مخدرات عشان تقولي قالوا ما بيشربش مخدرات؟ يعني هو اول حاجه بتقولها قالوا لنا ده واد كويس ما بيشربش مخدرات. هي البلد كلها بتشرب مخدرات؟ هي الشباب كلها بتشرب مخدرات؟ ودي طلع فلته ما بيشربش مخدرات، فكان ده تقييمكم ليه انه ما بيشربش مخدرات فنجوزوا لبنتنا؟ انتوا سالتوا على الناس دي؟ انتوا عرفتوا عايشين ازاي؟ رميتوا بنتكم الرميه دي ليه؟ ده انتوا ناس على قد الحال وجهزتوها جهاز مديونين فيه لحد النهارده. ليه بنتكم لما تجيلكم بتقول لكم بيضربني وبيعمل فيا ليه ما تقعدوهاش؟ ده جايه لكم مضروبه بعد اسبوع، ده مبهدلها بعد اسبوع في الصباحيه، ده خد ذهبها. والبنت سلفتها دي اللي عماله بتتكلم، امها قالت ده احنا لما كانت بنتنا بتجيلنا كانت بترجع تلاقيها سلفتها سرقه هدومها. انتوا استبحتوا حياه البنت بشقتها في كل حاجه تخصها، استبحتوا كل حاجه في حياتها وفي مماتها. بتفتح شقه البنت اللي لسه ميته يا عيني بكل جرأة وفجر، وعماله تلف في الحته دي والحته دي وتقول كانت بتاكل ده وما بتاكلش ده، وتعالوا شوفوا. انت بني ادمه، لازم تتحاكم. ده انت واحده ما عندكيش ذره احساس، ما نزلتيش دمعه واحده على البنت، انت متجرده من المشاعر والاحاسيس. كل اللي يهمك انك تبرئي ابنك المجرم اللي حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، العيل الصايع اللي عمال بياخد في مخدرات ويروح يضرب في بنات الناس. انت لو بني ادمه وعندك ريحه الدم والكرامه كنت تقفي له وتقولوا له حرام عليك دي زي بنتي. لكن الاشكال اللي زيكم المتسلطين اللي زيكم حسبنا الله ونعم الوكيل. انا عايزه اعرف الست دي بره لحد حالا ازاي، البنت دي نفسها ازاي ما تحققش معاها لحد حالا. اطراف القضيه دي كلها الناس اللي كانوا عايشين محيط البيت ده، الناس اللي جوه والناس اللي بره، الناس دي كلها لازم يتحقق معاها. مش ناخد الولد بس المجرم نحقق معاه ونشرح البنت ونسيب الاطراف اللي هم جوه البيت سبب البلاوي. انتوا لازم تعرفوا الناس دي، البنت اللي رموها عند اهلها دي، بنتي دي وراها بلاوي، بنتي دي عارفه كل حاجه، القصه كلها وما فيها عند البنت دي. البنت دي شافت كل حاجه وعارفه هو طلع هيعمل فيها. الناس دي عارفين كويس جدا الولد طلع مشحون بايه ومتقال له ايه، وطلع غضبه فيها. البنت يعني كانت منظفه شقتها ومسحه السلم ومنظفه كل حاجه، وكانت داخله تنظف مطبخها. ايه اللي طلعه زي الوحش يعمل فيها كل ده؟ السر كله عند البنت دي اللي هي سلفتها وامها اللي هي حماتها. الاتنين دول عندهم الليله كلها. اما شويه الحوش بقى اللي قاعدين على البيبان وقاعدين، الاشكال دي ليل ونهار في مسير الناس. البيوت، الناس اللي قاعدين على مصاطب قدام البيوت دي
دي تعرف كل حاجه عنك. تجوزوا ولادكم ما تجوزوش ولادكم ابدا في بيوت عيله، وخاصه في الارياف. في الارياف دول بياخدوهم يشغلوهم خدامينهم، يجيبوهم من بيوت اهاليهم معززينهم ومكرمينهم ومجهزينهم احسن جهاز، واتدينوا في الجهاز، وتيجي الحامه تقول لك احنا اللي جايبين كل حاجه. تشغل البت عندها الخدامه بتاعتها وتاكلها اللقمه وكانها ده انت لو انت جايبه شغاله هتاكليها، لو بتربي عندك فرختين هتاكليهم. انت بقى بتعدي اللقمه على مرات ابنك اللي شايله ابنك اللي شايله له ابنه. يا جبابره ده موت روحين، حسبنا الله ونعم الوكيل. ده يعني هو هانت عليه مراته، طب ابنه اللي في بطنها حامل في شهرين، عروسه 4 شهور، تجيلكوا فستان ابيض ترجعوها بالكفن. يا جبابره حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. خافوا على عيالكم. انتوا مستعجلين على جوازهم على ايه؟ بنت عندها 20 سنه، ده قعدة الخزانه ولا جواز الندامه. هو في ندامه اكتر من كده؟ بنتكم تغضب 3-4 مرات في 4 شهور وترجعوها له تاني؟ كل ده علشان احنا في الارياف والناس بتتكلم. ما اللي يتكلم اهي ماتت دلوقتي، لا الناس هتتكلم نفعوكوا ولا حد نفعكوا. اهي البنت اتدفنت وميته. ايه يعني؟ مش موتة عاديه، ده الولد افترسها. الواد ما سابش في جتتها حته سليمه. ست وهي بتغسلها بتقول لك الراس مفتوحه، الوش كله متكسر، القفص الصدري متكسر، جسمها كله خرابيش وكدمات. هو انت كنت طالع ايه؟ انت كنت طالع بتحارب؟ دي مراتك يا حيوان. والله احنا بنظلم الحيوانات. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. الواحد هيقول ايه بس؟ الواحد هيقول ايه؟ انا من ساعه الموضوع ده انا عماله اقول اتكلم في الموضوع، لا مش متكلمه، انا لسه عايزه الم الموضوع. الم ايه؟ ده انا كل يوم بتفرج على فيديو، انا مش لاقيه غير ان الوليه دي منتشره على السوشيال ميديا، عماله تكذب من الناحيه دي، الكلام اللي تقوله الناحيه دي غير اللي بتقوله الناحيه دي، غير الكلمه اللي بتقولها تحت في الشارع غير اللي بتقولها فوق. ما هو الكذاب بينسى هو كذب قال ايه. طول ما هي بتتكلم عماله بتكذب، كلام من الشرق وكلام من الغرب، وناس عماله تلغوش تحت وشهادات زور. البت دي حقها فين؟ البت دي حقها متنطور بين الناس دي كلها، ولا حد قال كلمه حق. مفيش حد جاب كلمه حق على البنت دي يا عين الله يرحمها. البنت دي اللي هي سلفتها دي وش الخراب هي وحماتها. الناس دي لازم يتحقق معاها، وحق الغلبانه دي لازم يرجع. منتظرين العداله ومنتظرين التقرير النهائي بتاع الطب الشرعي، والنيابه العامه هتقول ايه ان شاء الله. باذن الله الاثنين دول يتجرجروا مع الحيوان اللي محبوس دلوقتي. منكم لله، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. ربنا ينتقم منهم ويجيب حق الغلبانه دي. الله يرحمها، ربنا يرحمها يا رب. شكرا.